طريقه في الاسئله او في عرضها بيسموها طريقه الفانيلنج. بيبقى فيها اسئله واسعه جدا، وبعد كده تبدا تنزل 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 على ضيق لحد ما توصل للبوينت اللي انت عايزها. الاسئله دي او طريقه الاسئله دي ممكن تبقى ان انت بتسال اسئله اجاباتها كلها ايوه 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 لحد ما توصل للبوينت اللي انت عايزها. انت معاك رخصه؟ بدور على عربيه؟ بتحب اللون الاحمر؟ يا ريت انا بدور على اللون الاحمر. معايا حته عربيه النهارده حلوه جدا، مواصفاتها كويسه وكمان لونها احمر. انت هنا بالاجابات اللي هي جت ورا بعض دي انت تقريبا خلصت 80% من البيعه، لان ذا باور اوف يس مهمه جدا. لما تلاقي اللي قدامك عمال يقول هو مخه من جواه تمام ريدي ان هو ياكسبت اي حاجه هتقولها، او اكسبت حاجات كتيره قوي هتقولها، بس تيك كير اي واحده من دي اجابتها لا الكل كلها خلصت. طب لو انت مش متاكد من الاجابه بتاعته ومش عارف هل هو فعلا عايز الحاجه دي ولا لا، هتعمل هنا الفانيلنج اللي هي واسع وتنزل على ضيق. بيبقى اول بارت اللي هو uncovering questions. الانكفرنج هنا ان انت تبدا تساله على معلومات عموما، ايه اللي انت بتفكر فيه، هل انت فعلا بتفكر تجيب عربيه، ايه المواصفات اللي انت عايزها في العربيه. فيبدا هنا هو يتكلم، انا كنت بفكر في عربيه بجيبها لمراتي علشان هي بتبدا تودي العيال المدرسه، فبالتالي انا بدور على اسئله على عربيه صغيره. فبالتالي هنا انت بتانكفر، تبدا تديك معلومات عن اللي قدامك. بعد كده تبدا تنزل على الخطوه الثانيه اللي هي consensus questions، اللي هي بتبدا هنا تبدا تاخد وتدي معاه في انك تخليه يبدا يقول يس، انه فانت كده بتدور على عربيه صغيره صح كده، صغيره الحجم؟ ايوه اوكي، دي عشان تجيبها عشان المدام عشان توصل اولاد المدرسه. عشان كده انت عايز حاجه تبقى صغيره وفي نفس الوقت مش تبقى انت مش عايزها غاليه قوي صح؟ ايوه صح. هنا انت بتبدا في الكونسنسس. بعد كده ثالث خطوه الكونكريت كويشنز. الكونكريت كويشنز دي الاجابات بقى اللي انت خلاص جمعت بيها كل حاجه، فهمت، فبالتالي بتبدا تنهي يعني زي ما بيقولوا، او اللي هي الكلوزنج. لو انت كده لقيت عربيه لونها احمر صغيره سعرها مناسب هتشتريها صح؟ الكل خلصت، الكل خلصت يا جدعان. هنا ليه؟ لان انت مشيت بالطريقه دي، بدات تطلع ايه اللي في دماغه، بدات تخليه يبدا يقول يس 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 يس. بعد كده اهو الجمله الاخيره العربيه كلوزنج، شكرا مبروك البيعه. الخلاصه الاسئله بتلعب دور كبير جدا في حياتنا، خصوصا في مجال المبيعات. الاسئله وطريقه عرضها وفن اختيارها يفرق جدا في النتائج. لو عايز اجابات سريعه محدده خليك في الكلوزد اندد كويشنز. عايز تتكلم مع العميل اكتر، تعرف ايه اللي في دماغه، تفهم هو بيفكر في ايه، خليك في الاوبن اندد كويشنز. شطارتك انك تعرف امتى تستخدم ده وامتى تستخدم ده. طريقه الفانيلنج في الاسئله دي هتساعدك جدا انك فعلا لو انت مش عارف تقدر تطلع منها انفورميشن. ابداوا جربوا الاسئله سواء كلوزد اندد او الاوبن اندد او طريقه الفانيلنج في الاسئله، جربوها واكتبوا لنا ايه اللي حصل معاكم في التعليقات. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب علشان يوصلك كل جديد. ممكن تشتري الحلقه مع اصحابك عشان الكل يستفيد، ومستني تعليقاتكم. ممكن تكتبوا لنا في التعليقات ايه اللي تحبوا تسمعوه المرات اللي جايه.